السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حرشة بحال ديال الزنقة تماما، كتجي غزالة وكتجي هشيشة ورطبة، ما تشبعوش منها. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وواحد الكومنتير، واللي ما مشتركش في القناة يشترك. ونمر على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غنبدا بها غناخذ المقله. انا خديت هاد المقله الثقيله من الاحسن، وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت اولا الزبده اللي توفر عندكم. غندهنها مزيان، هي الصراحه بهاد المقله الثقيله كتجي احسن. وغادا ندهنها مزيان السميده اللي كنديروا بها الحرشه. انا خديت نفس السميده اللي درت بها الحرشه هي باش دهنت المقله. غندهنها مزيان هكا، ندردر فيها السميده مزيان حتى تغطى مزيان باش ما تلصقش لينا الحرشه. من بعد ما دهنت المقله غنحطها على جنب، وغادا نمر باش نوجد الحرشه ديالي. عندي هنا 500 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها البغرير، يعني ماشي السميده الغليظه، السميده ديك المويان. غنضيف ليها معلقه ديال الملح، ملعقه ديال الخميره ديال الخبز، وملعقه ديال الخميره ديال الحلوى. وغادا نخلطهم مزيان بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الفيديو. وغنضيف هنا نص كاس ديال الزيت اللي كنطيبوا بها، وغنضيف 4 كاس ديال الزبده اللي ذوبتها. الزبده اللي كناكلوها ندوب واحد 4، يعني بلا بغيتو تعبروها 25 غرام. والزيت عندي 60 مليلتر، يعني 85 مليلتر ما بين الزبده والزيت. وغادا نبسسها مزيان حتى تبان لي بان هذيك السميده كلها تبسات كيف ما كيبان لكم في الفيديو، يعني تبسات مزيان. غنضيف لها هنا ملعقه كبيره ديال العسل. الا ما توفرش عندكم العسل تقدروا ديروا ملعقه ديال السكر. صافي، هنا من بعد ما ضفت هذيك المعلقه ديال العسل غادا نخلطها بالحليب. خديت هنا من 250 حتى 300، غديروا الحساب من 250 حتى 300 مليلتر ديال الحليب، يعني على حسب السميده. تقدر تشرب ليكم تقدر ما تشربش، المهم انا درت هنا 250 مليلتر ديال الحليب. غادي نبقى نخلط السميده ماشي نعجنها، غير نخلطها هكا بصباعي كيف ما بان لكم في الفيديو، يعني ما ندلكهاش باش ما تعجنش ليا، غير نبقى نخدمها هكا غير بالصبعان ديالي. صافي ما كنخليها لا ترتاح لا والو، يعني في ديك الساعه كنحاول هكا نلولبها. يعني في هذاك البول اللي عجنتها فيه كنكورها هكا باش تجيني ساهله في التقراص. صافي، ناخذ المقله وكنقلبها فيها. هانتوما غيبان لكم في الفيديو، يعني ناخذ المقله ونقلبها على الوجه ديالها هكا. صافي، وكناخذ السميده هذيك باش دهنت المقله، يعني نفس السميده اللي درت بها الحرشه، وكنبدا كنقرصها. يعني ما تخافوا منها، ما حتى شي حاجه ما تخسر لكم لا والو، شويه بشويه غادا تقاد معكم. يعني واخا تبان لكم تشقات هكا ما تخلعوش، يعني غير بشويه بشويه. غادي نبقى نضيف السميده وانا كنقرصها حتى نقرصها، يعني تبان لي بان تقرصات. وغنبدا نقادها من الجناب بهذا الشكل، يعني بيديا، وانا كنستعن بالسميده ونبدا كنجمعها هكا من الجناب كيف ما كيبان لكم في الفيديو، يعني شويه بشويه وانا كنقرص وانا كنحاول نقادها هكا من الجناب. ونبقى نضيف السميده باش ما تلصقش ليا، يعني غير تزعموا ما غاديش ما تخسر لكم ما والو. تبقى غادا وتقرصيها هكا وانتي كتقاديها من الجناب، وخا تفلح يعني ما تخافوش منها، وخا تفلح لكم في الاخر غادي تقاد. يعني تبقيت هكا من الجناب كتحاولي تجمعيها. صافي، مني كنقرصها كلها هكا وكنقادها من هذوك الجناب، يعني نحاول ندير شويه ديال غندير شويه د السميده، ونبدا نحيد هذوك باش نحيد هذوك لاطراس ديال الصبعان ديالي هكا. نبقى ندوز عليها يديا وانا كنقادها، ونحيد هذوك لي طخاس اللي كيبقاو يبانوا فيها ديال الصبعان، نبقى كنملسها بيديا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني كنبقى معاها شويه بشويه حتى كتقاد ليا. يعني راه غير الواحد غير بشويه ويعطيها الخاطر وتجيكم زوينه ان شاء الله باذن الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحيد منها هذوك لي طخاس ديال الصبعان. من بعد ما كملتها
كناخذ هنا يا اما معلقه الا عندكم هاد لاسباتيل باش ديال الحلوى وهذا نقادوها به، سينو اللي ما عندوش يدير غير معلقه كبيره وتبقاي هكا تحاولي تجمعي دوك الجناب باش تجي مفينيه وتجي الحرشه زوينه، ما تجيناش مفلحه وكلها مشقه من الجناب. يعني نعاودو نفينيوها باش معلقه اولا بهاد لاسباتيل اللي توفر عندكم. صافي كيف ما كتشوفوا راهي الحرشه ديالي جمعتها وقاديتها. غادا نشعل دابا البوطه، غادا نشعلها يعني نشعل عافيه مجهده. في الاول نشعل العافيه مجهده ونحط المقله حتى تسخن. من بعد انتما كيف ما كتشوفوا العافيه مجهده، غير كتسخن المقله وكنقص عليها العافيه مهيله وكنتقبها هكا بواحد العويد ولا اللي توفر عندكم. المهم تقبوها باش ما تنفخش وتفرقع عليكم تجيكم مبوقه. صافي من بعد ما تكيتها هكا كنخليها كطيب، غير كتبان ليا راه هي بدات كتنشف كيف ما شفتوها بدات كتنشف من الجناب. صافي كنقلبها، كناخذ شي حاجه هكا شي صينيه ولا طبسيل اللي توفر عندكم. انا خديت هذيك اللعيبه صافي وكنقلبها وكنعاود نردها طيب من الجهه الاخرى. يعني ما كندهن المقله ما والو، كندهنها غير في الاول. صافي كنحاول هكا نقادها من الجناب لان خرجت ليا شويه من لهيها. صافي وكنخليها كطيب تقريبا واحد 10 دقائق على عافيه مهيله. من بعد ما حسيت بها بان طابت كان هذه هي الحرشه ديالي. من بعد ما طابت حيدتها، كتجي غزاله الصراحه وكتجي هشيشه، كتجي زوينه مع داك الحليب كيجيبها هشيشه بزاف، كتجي زوينه.